بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في قناة على مائدتي. اليوم ما جيتكمش بوصفة، ولكن جيتكم بطريقة نتاع تصبير الليمون اللي كنت ديجا قدمتها في القناة، وراني وعدتكم باش نعاود نقدمها لكم، وراني اليوم جيت باش نقدمها لكم. يعني تصبروه باش تزيدوه في طواجين، خاصة طاجين الزيتون، ولا تزيدوه حتى في لي سالاد. اول حاجه نديروها في عمليه التصبير كما هو معلوم ولا لا كونفيتور هي نعقموا الاناء اللي رانا غادي نستعملوه. انا هنايا هذا سيت ريسيكلاج نتاع البقال اللي كنت ديجا شريت فيه صوالح كيكملوا بقال تاع الزاج اكيد. دروك غادي نقوموا بعمليه التعقيم. وهنا وجدت اون كاسرول درت فيها الماء يغلي، غادي نزيد فيها قطرات من الخل، ونحط البقال نتاعي يغلي به بالغلاق نتاعه، نحطه حتى يغمره الماء كاع، ونخليه لمده نتاع 5 دقائق على الاقل بعد الغليان. يعني دروك راه غير حامي الفخيميس، نخليه يغلي مده 5 دقائق ومن بعد نصفيه، يعني نقلعه من هذا الكاسرول والماء ونخليه يقعد ينشف تماما. عاد نبدو نوجدو في الحبات تاع الليمون تاعنا، نخلو البقال تاعنا يغلي ونرجعو باش نكملو نشوفو كي دايره طريقه تصبير الليمون. اذا بعد ما ها ولا البقال تاعنا غلا وبرد تماما، دروك نشدو الحبات نتاع الليم اللي رانا باغيين نصبروهم، يعني على حسب الحجم نتاع البقال تاعكم وعلى حسب الكميه اللي عندكم. بلا ما ننسوا بلي في هذه الاثناء درنا كميه نتاع ماء واحده اخرى تغلي. قد ما تغلي يعني مليح توصل لمرحله الغليان نطفوا عليها ونخلوها تعاود تهدأ. نشدوا الحبات تاع الليم اكيد نكونوا غسلناهم، وهنا نجو نشدوا الحبه تاع الليم تاعنا ونحلوها، ما نوصلوهاش حتى لتحت، نحلوها على زوج بهذا الشكل، نديرو زائد فوالا، ونخلو هذه عاد مبلعه، ونجو هنا بواسطه ملعقه نعمروها بالملح، ونزيدو نعمروها حتى تتعمر تماما بهذا الشكل. وهنا كي نجو نستعملوا هذا الليمون المصبر دائما في الوصفه تاعنا نديروا حساب نتاع الملح، نبلعوا عليها بهذه الطريقه، ونشدوا البقال نتاعنا نشدوه الطريقه، ونحطوا الحبه تاع الليم لداخل، نزيدوا نكملوا، نزيدوا حبه اخرى، فوالا نحلوها بهذا الشكل. توجور ما نوصلوش حتى لتحت، نديروا لها هذا الزائد ونخلوها توجور مبلعه، ونشدوا الليم عفوا الملح ندخلوه فوالا بهذا الشكل، نزيدوا فوالا، ونعاودوا نشدوا البقال تاعنا ونرصوا الحبات نتاع الليم وحده فوق وحده هاكا بهذا الشكل، ونحوسوا نضغطوا عليهم هاولا، نضغطوا عليها باش ماذا بينا يعني وحده تتغطى على وحده، ونزيدوا نعمروا البقال تاعنا حتى نكملوا كاع الكميه نتاع الليم اللي عندنا على حساب البقال اللي راكم محضرينه. بهذه الطريقه ونعمروا الملح. حنا نعرفوا بلي الوسائل نتاع المحافظه على الطعام خاصه زمان من ما كانش كاين يعني الثلاجه وما كانش الملح او السكر، لا كونفيتور بالسكر، والمملحات ولا المصبرات ولا المخللات دائما نوجدوها بالملح، كيما
كيما القديد اللحم يعني. فوالا، ونزيدو نضغطو على الحبه اللي راهي من التحت، ونكملوا الكميه اللي عندنا. هذا هو انايا اخدالي هذا العدد تاع الحبات البقال نتاعي يعني، هذا هو. وتنجموا ديروا شحال من بقال. هنا في هذه المرحله نكونوا موجدين الماء غليان، ونكبوه يعني غير بحذر على الجوانب حتى نعمرو كاع على حساب ما يرفد لنا البقال نتاعنا. هذا الشكل غير بشويه، فوالا نعمروه حتى فوالا بهذا الشكل يعني حتى الفوق. عمرته. هنا باش نبلعه غادي نستعمل، هي افون بكري انا نعقل مامي الله يرحمها كانوا يديروا هذوك البواقيل اللي عندهم لي جوان اورانج، مي ما بقاوش كاينين هادو. دونك في دروك اون في دو ريسيكلاج. انا هذا البقال كما قلت لكم جو لي ريسيكلي، نستعمل شريت فيه ودروك راني نستعمل فيه. دونك نديرو دو بابي فيلم من الاحسن نبلعو عليه باش يعني نمنعو، على خاطر هنا الفو فريمون فيغ تري اتونسيون، لازم يكون يتبلع مليح باش نمنعو الهواء. انا ما غادي دروك نوري لكم غير باش نبلعه، على خاطر ماشي غادي نبلعه دروك حتى الماء يبرد تماما باش ما يديرليش ندى. تيبرد تماما، يبرد هذاك الماء تماما عاد نبلعو، باسكو كي يدير الندى من بعد يدير لنا لا موازيسور، يدير لنا يصبن. نبلعوه مليح باحكام ونخلوه على هذا الشكل كيما لا كونفيتور، لو ميم برينسيپ. نخلوه بهذا الشكل لمده 24 ساعه، 24 ساعه الاقل نخلوه مقلوب. كي تكمل هذيك 24 ساعه نعاودو نحطوه في مكان دافئ، يعني في المطبخ، بعيد عن الضوء والحراره، ماشي حد الفوق ولا حد الغاز، ولا في ان كوان دون لا كويزين. هذا ابتداء من اسبوع الى 10 ايام يبقى نقدروا نستعملوه، ابتداء من اسبوع ل 10 ايام. يعني لو كان ديروه اليوم مع فاتح رمضان لكنا من اهل الدنيا ان شاء الله يا ربي. تقدروا تستعملوه في الطواجن تاعكم، في لي سالاد، لا سيما لا سالاد نتاع الجزر يجي معاها لذيذ جدا، مع زعلوك تاع الدنجال، مع فلفله ليمالا، والطواجين ما نساوش طاجين محمر تاع الدجاج. وان شاء الله غادي تشوفوه معايا كي غادي نستعمله انايا في الوصفات في شهر رمضان المبارك. الى ربي طالنا العمر وطالنا الحياه. دونك انا غادي نخليه كما قلت لكم، غادي نعاود نحل عليه ونخليه حتى الماء يبرد تماما، ومن بعد نعاود نبلعه بهذا الشكل باحكام ونقلبوه هنا بوندون 24 اور. من بعد عاد نعاودو نقلبوه على الوجه الاخر. نتمنى ان شاء الله اليوم الفكره تاع اليوم تكون عجبتكم وتجربوها لما لا، وتستعملوه في الطواجن وتعطوني رايكم، لانه يعطي واحد الذوق رائع، خاصه مع الدجاج يعطيه ذوق رائع رائع رائع. شكرا لكم، تصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. حنا رانا نحضروا، ما راناش نسبقوا في الاحداث، ما راناش مقلقين على رمضان، بالعكس رانا فرحانين به. هذه مظاهر الفرحه تاعنا، نفرحوا بهذا الشهر العظيم، الشهر الكريم. ان شاء الله يدخله ربي علينا وعلى المسلمين جميعا بالصحه والهنا، وكل عام وانتم بخير، والى لقاء قريب، مع السلامه.